فكرة أن الواحد يكون ظريف كتر من القياس تقدر تبان غريبة شوية ياك. يعني الظرافة حاجة مزيانة، ولكن أشنو إلا كانت هذه الظرافة الزايدة هي اللي كتدمر لك حياتك بشوية بشوية وبلا ما تعيق؟ هادشي بالضبط هو اللي غادي نكتشفوه مجموعين من خلال الأفكار القوية ديال هاد الكتاب. شوف، هاد السؤال اللي كيحير، هاد السؤال كيلخص تماما داك التناقض اللي بغينا نهضروا عليه. هادي قصة ديال واحد السيد كيدير كل شيء هو هذاك كيف ما كنقولوا، ولكن في الاخر كيلقى راسو قدام واحد النتيجة اللي ما كانش كيتوقعها بالمرة. وهذه ماشي غير قصة خيالية، الكاتب بنفسه كيعاود لنا على شاب جاي عنده كيطلب منه المساعدة. هذا الشاب عمره ما كان كيتعصب، ديما باغي يرضي الشريكة ديالو، ودايما كيدير الاحتياجات ديالها هي الأولى. ولكن في بلاصة ما يحس بالحب والتقدير اللي كان كيتسناه، لقى راسو بوحده ومحطم ومفاهم والو. وهذا الشيء كيوصلنا للنقطة الأساسية. المشكل هنا ماشي في اللطف ولا الكرم، المشكل هو واحد النمط ديال سلوك اللي الجذر ديالو هو الخوف من الرفض، الحاجة للقبول من عند الناس، وأن الواحد يتجنب المشاكل بأي ثمن. يعني هو واحد النمط اللي كيخليك ديما انت الاخر. ايوا، الكتاب كيشرح لنا هذا النمط هذا من خلال 9 ديال الاخطاء محدده في السلوك اللي دايرين فحال شي فخاخ كيطيحوا فيهم الناس اللي ظريفين كتر من اللازم. الكتاب كيحدد 9 ديال الأخطاء، نعم 9 كلها. وهذا الشيء كيبين لنا شحال هذا الموضوع معقد. هاهما الأخطاء التسعود، من محاولة الكمال حتى الكبت الغضب وإنقاذ الآخرين، كل وحدة فيهم فخ بوحدو. بطبيعة الحال ما غاديش نقدروا ندخلوا فيهم كاملين، ولكن غادي نركزوا على جوج من أكثرهم انتشارا، وجوج اللي عندهم تأثير كبير. يلا نبداو بالخطأ الأول، ديك الجرة اللي ما كتحبسش مورا الكمال والمثالية. في الأول تقدر تبان حاجة زوينة ياك، شكون اللي ما كيبغيش يدير خدمته مزيان ولا يكون شخص مزيان؟ ولكن الكتاب كيورينا باللي الدافع اللي كاين مور هذا السعي هو اللي كيخليه خطير بزاف. وهنا فين كاين الفخ بالضبط. القضية ماشي أن الواحد يكون عنده معايير عالية، لا، القضية كلها مرتبطة بالخوف. الخوف من أن أي غلطة، أي عيب صغير، أي انتقاد بسيط غادي يوصل للرفض. هذا هو الاعتقاد المسموم اللي كيقول أن القيمة ديالك كشخص مرتبطة بأنك تكون مثالي، وهذا الشيء كيف ما كنعرفه مستحيل. وهنا الفكرة كتوضح مزيان. الهدف ديال تجنب النقد كيخلق واحد القلق اللي ما كيساليش. محاولة أن الواحد ما يغلطش بالمرة كتضيع الوقت والطاقة والجهد اللي كان ممكن يمشيو في شي حاجة أحسن. والأسوأ من هادشي كامل هو أن ديك الجرية مورا موافقة الجميع كتمنع الناس يشوفوا حقيقة الشخص، وهادشي كيخلي العلاقات سطحية بلا عمق. ودابا ندوزو للخطأ الثاني، وهو واحد الخطأ اللي أنا متأكد بزاف ديال الناس غادي يلقاو راسهم فيه. الكاتب كيشارك معنا قصة شخصية ديال الإرهاق التام. وصل لواحد المرحلة اللي حس براسو صافي ما بقاش قادر، لدرجة أن الطبيب ديالو سولوه شحال من ساعة في الأسبوع كتخدم. هاد القصة كتورينا كيفاش الالتزامات الصغيرة وحدة مورا وحدة تقدر تجمع وتستنزف الطاقة ديالنا كاملة. هذا سؤال مهم بزاف. اذا كان الامر متعب لهذه الدرجه، وعلاش بزاف ديال الناس كيستمروا يديروه؟ شنو هو السر؟ الجواب في الصراحة بسيط، حيت داكشي كيعطينا واحد الإحساس زوين، ولكن غير في ديك اللحظة. ملي كنقولوا كنحسوا براسنا مفيدين كرماء ومهمين، ولكن كيف ما كيشرح الكتاب هذا الإحساس النبيل كيخبي التكلفة الحقيقية، استنزاف الطاقة والوقت، واللي في الآخر كيؤدي للإرهاق والغضب الداخلي. ونقدروا نتخيلوا هاد العملية بحال شي دوامة كتبدا بواحد الشعور إيجابي ملي كنوافقوا على شي طلب، ولكن مع التراكم ديال الالتزامات كيبدا يتسلل العياء والضغط، وفي الاخر داك العياء كيتحول لواحد الاستياء صامت، ماشي غير تجاه الناس ولكن غالبا تجاه راسنا، حيت ما قدرناش نقولوا لا. مزيان، من بعد ما شخصنا المشكلة اشنو هو الحل؟ الكتاب ما كيعطيناش غير المشكل، ولكن كيقدم لنا واحد طريق واضح باش نزيدوا للقدام ونتغيروا. وهذه هي الفكرة المحورية اللي كتبدل كل شيء. الهدف ماشي هو الواحد يولي أناني أو قاسي، لا أبدا. الهدف هو يولي صادق، يخلي الأفعال ديالو متطابقة مع داكشي اللي بالصح باغي ومحتاج، ماشي مع داكشي اللي خايف الناس يفكروا فيه عليه. الكتاب كيقترح خطوات عملية وبسيطة. أولا، غير الوعي هو بحد ذاته خطوة عملاقة.
ثانياً، الواحد ياخذ قرار واعي بأنه يعطي الأولوية لاحترام الذات على حساب موافقة الناس. وأخيراً، يبدأ بخطوات صغار، ما غاديش يحتاج يغير كل شيء دقة واحدة، غير يبدأ يقول لا لشي طلب صغير، شي حاجة اللي ما عندهاش عواقب كبيرة. كل صغيرة كتبني ديك العضلة ديال احترام الذات. وفي النهاية هذا هو التحول العميق اللي كيدعي ليه الكتاب. الظرافة اللي كتجي من إحساس بالواجب أو الخوف هي ظرافة هشة وضعيفة، أما الظرافة ديال بالصح اللي كتجي من واحد البلاصة فيها القوة والطاقة والرغبة الصادقة في المساعدة هي ظرافة قوية ومستدامة. ايوا، غادي نختموا بهذا السؤال اللي كيخلينا نفكروا. الفكرة ماشي هي اللوم، لا، ولكن هي الوعي. أن الواحد غير يعرف دوك اللحظات اللي كيتخلى فيها على راسه هي الخطوة الأولى باش يسترجع الطاقة ديالو ويعيش واحد الحياة اللي